فيلم ست أيام هو واحد من أفضل الأفلام الرومانسية الدرامية في آخر 5 سنين. قصة الفيلم بتحكي عن يوسف وعلياء اللي ما بينهم قصة حب من وهم أطفال، وبنشوفهم خلال 18 سنة وهما بيتقابلوا 6 أيام بس في السنين دي كلها. أنا واقع في حالة حب مع سيناريو الفيلم للمؤلف وائل حمدي اللي أنا بحبه جدا وبحترم ثقافته السينمائية، وبالنسبة لي هو أبدع في كتابته واختيار طريقة السرد المختلفة. واللي عايز أقول إنه قدم لي فيلم رومانسي مختلف وحلو جدا ومش نمطي إطلاقا. وكمان الحوار اللي هو أساس الفيلم كان جميل جدا وبسيط وشدني للفيلم كله، حتى في تصميم المواقف وإعادة صياغتها مع الأحداث طول الفيلم، اللي هو بمعنى حدث يحصل في الأول ونرجع تاني نستدعيه في الآخر أو في نص الفيلم يعتبر. كمان عجبني الاستغناء التام عن أي شخصيات مساندة، والفيلم كله عبارة عن أحمد مالك وآية سماحة ومن منظورهم فقط، والاتنين في أروع حالاتهم وأداءاتهم التمثيلية فوق الممتازة، وقدروا يعكسوا التغيرات اللي حصلت مع شخصياتهم طول السنين دي. وطبعا لازم اتكلم عن العناصر السينمائية زي انها التجربة الاخراجية الاولى لكريم شعبان، واللي كنت شفتها قبل كده في الفيلم القصير شفت مسائي، واللي هو برضو من اكتر الافلام القصيرة اللي انا بحبها جدا، وكنت متحمس اوي ان انا اشوف الفيلم ده بسببه. وهنا هو ممتاز في اختيار اماكن التصوير والازياء واختيار حتى العربيات والاكل، وان الفيلم كتير منه خارجي، حتى تكوين الكادرات كانت حلوة جدا. حقيقة انا مبسوط قوي ان ده تاني فيلم مصري ينزل الشهر ده ويبقى عاجبني جدا مع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وبالمناسبة انا حبيته قوي برضو. فحوار اننا لسه في بداية السنة وعندنا فيلمين على مستوى الجودة هما ممتازين وشبه متكاملين، ده يخلي شغفي يرجع تاني للسينما المصرية، وابقى متحمس قوي اشوف التجارب اللي عند المخرجين الشباب. تقييمي النهائي لفيلم 6 ايام هو 8.5 من 10.